اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنتكلم في الحلقه دي عن مقارنه قويه جدا بين البيف بروتين والواي بروتين. كذا حد طلب المقارنه دي مننا وكان عاوز يعرف الفرق بينهم. كمل معايا بقى الفيديو ده للاخر وانا هعرفك الفرق بينهم كويس جدا، وهتطلع من الحلقه واخد القرار الصح. الاول، يعني ايه واي بروتين؟ الواي بروتين ببساطه مصدره جاي من اللبن. بيتميز انه سريع الامتصاص، غني بالاحماض الامينيه الاساسيه، خصوصا حمض مهم جدا وهو حمض الليوسين. وركزوا في اسماء الاحماض دي عشان هنستخدمها قدام شويه. طيب يعني ايه بقى البيف بروتين؟ البيف بروتين من الاسم بيف مصدره جاي من اللحم البقري. بيتميز انه خالي من اللاكتوز وخالي من الجلوتين والمواد المضافه، وغني باحماض امينيه زي الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين. وركزوا برضو في اسماء الاحماض دي عشان هتعرفوا ليه دلوقتي. هنبدأ بقى المقارنة بتاعتنا وناخد كل حاجة ونقارن فيها البيف والواي ورا بعض عشان ما تتلخبطش وتعرف ايه المناسب ليك اكتر. اول حاجة في المقارنة من ناحية البناء العضلي، هنا الواي بروتين هو اللي يكسب لانه غني زي ما قلنا من شوية بحمض الليوسين، والليوسين واحد من اهم الاحماض الامينية اللي بتحفز البناء العضلي. يعني كل ما حمض الليوسين يعلى كل ما يزيد التحفيز للبناء العضلي. كمان الواي الامينو بروفايل بتاعه فيه احماض امينيه اساسيه اللي الجسم بيحتاجها مباشره في التكوين والبناء العضلي. وفي دراسات كتير كمان بتقول لك ووضحت لك ان الواي من افضل المصادر للبناء العضلي اللي ممكن تستخدمها بعد التمرين مباشره، زي ما قلنا لان هو برضو سريع الامتصاص، جسمك هيستفاد بيه بسرعه. طيب كده يعني البيف مش بيبني عضلات؟ لا، هو بيبني برضو عضلات وفي احماض امينيه برضو اساسيه بتساعد في البناء العضلي، لكن الواي هنا ممكن يكون افضل شويه. تاني وجه مقارنة وهو الامينو اسيد بروفايل. زي ما لسه قايلين الواي فيه حمض الليوسين اكتر، لكن بقى فيه البيف بروتين فيه ثلاث احماض مهمه جدا اللي بيتميز بيهم هم اعلى، زي الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين. طيب دول بيتميزوا في ايه، او ايه اللي بيخلي البيف هنا متميز عن الواي؟ ان الاحماض دي بتدخل اكتر في تكوين الكولاجين وصحه المفاصل والجلد والبشره. يعني الواي يروح اكتر ناحيه العضلات، البيف يروح اكتر ناحيه المفاصل والانسجه. تالت حاجة في المقارنة وهي سرعة الامتصاص، هنا تروح أكتر ناحية الواي بروتين لأنه بيمتص أسرع ويتهضم أسرع، عشان كده من أفضل الأوقات اللي تستخدمه فيها بيبقى بعد التمرين مباشرة. البيف بيبقى أبطأ شوية. ونروح بقى للمقارنة الرابعة معانا وهو الهضم. الواي ممكن يسبب مشاكل أكتر للي عندهم حساسية اللاكتوز أو الجلوتين، زي ممكن يعمل انتفاخات أو غازات. على عكس بقى البيف مفهوش جلوتين او لاكتوز او مواد مضافه، فمريح اكتر في الهضم. يبقى الواي اسرع، بيمتص اسرع وهضمه اسرع، لكن البيف هضمه اسهل عشان زي ما قلنا مفهوش لاكتوز وجلوتين. فاللي عنده مثلا حساسيه من الالبان او حساسيه من حاجات معينه، او خد واي بروتين عنده مثلا انتفاخات وغازات في بطنه، او بطنه او معدته ما كانتش مرتاحه شويه، ممكن يروح ناحيه البيف، هيبقى اهدى شويه في الهضم. خامس حاجه في المقارنه وهو الطعم. خلينا واقعيين شويه واقول لك ان الواي طبعا طعمه احسن شويه من البيف، تقدر تستخدمه في وصفات اكتر بكتير وتدخله في اكتر من وجبه، كريمي اكتر وسهل الشرب سواء بميه او بلبن. البيف طعمه مش افضل حاجه وطبعا مش زي الواي، لكن انا لما جربته بنفسي الصراحه طعمه عجبني جدا. لكن لما تكون شركه نظيفه كويسه طعمها هيعجبك، لكن لو شركه تعبانه شويه ممكن البيف بتاعه ما يكونش افضل حاجه. ونروح لسادس حاجه في المقارنه اللي ناس كتير اكيد هتسال عليها وهي السعر. سعر الواي طبعا هيكون ارخص من البيف لان الواي موجود بكميه اكتر وانتاجه اسهل، عكس البيف بيبقى عايز عمليات معقده اكتر. سبق حاجه في المقارنه فايده المفاصل والجلد والبشره. طبعا زي ما قلنا هنا هنروح للبيف بسبب انه فيه احماض امينيه زي الجلايسين والبرولين اللي بيدخلوا في تصنيع الكولاجين. لكن مهم تفهم ان ده مش بديل للكولاجين، هما بس بيساعدوا في التصنيع. والنقطه مهمه جدا بعد المقارنه بتاعتنا وهو ان البروتين مش بديل للاكل، ومن افضل مصادر البروتين هو المصادر اللي ربنا خالقها هو الاكل الطبيعي. كل دي مكملات بتساعدك تكمل احتياجك اليومي من البروتين، سواء عندك شغل، عندك دراسه، عندك امتحانات، تبقى في فترات كتير بره البيت مش بتعرف تاكل كويس، فالواي بروتين هيساعد انك تخلص احتياجك اليومي من البروتين بشكل اسهل شويه. فالخلاصه بتاعت الفيديو هتختار واي بروتين لو هدفك بناء عضلي، طعم احسن، ما عندكش مشاكل مع الالبان، عايز نتائج اسرع. وتختار البيف لو عندك حساسيه لاكتوز او حساسيه البان او جلوتين، مهتم اكتر بصحه المفاصل والاربطه والجلد والبشره، عايز حاجه خفيفه على الهضم ما تتعبش معدتك. وفي النهايه مفيش نوع بروتين هو الافضل على الاطلاق، كل واحد غير التاني، المهم انك تعرف ايه المناسب ليك. ولو لسه محتار مش عارف تختار ايه المناسب ليك، ممكن تكتب لنا في الكومنتس تحت واحنا نحاول نساعدك. او لو عايز مقارنه برضو بين منتجات معينه نعمل لك عنها حلقات مخصوص وننزلها قريب ان شاء الله. فلو لسه ما عملتش سبسكرايب
ممكن تنزل تعمل دلوقتي علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل سواء عن الطب، التغذية، المكملات، التمرين، وممكن تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو مع أصحابك علشان كله يستفيد. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. واستنوا الحلقات الجاية.